لكل مرضى خمول الغدة الدرقية ركزوا معايا كويس قوي، لان في معلومة مهمة جدا انك تعرفها بخصوص دواء الغدة في رمضان، واللي كتير منكم بيبقى ملتزم بالدواء بجرعات اللي الدكتور كاتبها له وبياخده يوميا، ولكن ممكن يكون بياخد دواء الغدة بطريقة تقلل من تأثير الدواء وتقلل من امتصاصه وهو مش واخد باله، واللي كمان ممكن يظهر مع بعض الناس اعراض الغدة وكأنه ما بياخدش الدواء خالص، وده ممكن يحصل عن طريق لخبطة مواعيد او اننا بناخد ادوية بتقلل من امتصاص وتأثير دواء الغدة واحنا مش واخدين بالنا. تعالوا نعرف مع بعض امتى ناخد دواء الغدة في رمضان، وازاي نتغلب على اي تفاعلات ممكن تحصل ما بين الدواء الغدة وما بين اي ادوية ممكن اكون ماشي عليها. في البداية كده احنا بناخد دواء الغدة في الايام العادية على الريق. طيب ورمضان؟ في 3 طرق ممكن ناخد بيها دواء الغدة في رمضان بحيث ناخد منه اقصى استفادة ممكنة. اول طريقة انك تفطر بكوباية المية معاها قرص الدواء، وتستنى من نص ساعة لساعة تصلي وتقرأ قرآن وبعدين تفطر. تاني طريقة بقى انك تفطر عادي جدا وبعدين تاخد الدواء بعد الاكل من 3 ل 4 ساعات، وتحاول انك بعد الدواء تستنى من نص ساعة لساعة ما تاكلش فيهم حاجة خالص. تالت طريقة بقى لو تقدر تبدر السحور 3 ساعات بحيث قبل الفجر تاخد قرص الدواء مع كوباية المية، وبعد كده انت كده صايم. خدوا بالكم كويس قوي، لو انتوا ماشيين على ادوية بتحتوي على كالسيوم او مغنيسيوم او حديد، او لو ماشيين على نظام غذائي والدكتور كاتب لك اي دواء بيحتوي على مادة الاوريستات، لازم تسيب وقت ما بين دواء الغدة وما بين الادوية دي مدة لا تقل عن 4 ساعات، وده عشان الادوية دي بتقلل من امتصاص وفعالية دواء الغدة. اكتبوا لي في الكومنتس ايه افضل ميعاد بيكون مناسب بالنسبة لك انك تاخد فيه دواء الغدة في رمضان. لو استفدت من الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش الفولو عشان يوصلك كل جديد، ودمتم في احسن حال وصحة وراحة بال.